وبينتهي ماتش ليالي الشتاء وكوبايه الشاي الحلوه والنوم الحلوه، ومعلش لكل الناس اللي نزلت القهاوي تتفرج على الماتش. مصر النهارده بتتعادل سلبيا 0-0 مع انجولا وبتتاهل للدور اللي جاي ب7 نقط، وانت اول المجموعه ومفيش حاجه اتغيرت. الناحيه الثانيه جنوب افريقيا بيكسب 3-2 وبيتاهل معاك ب6 نقط، انت 7 نقط وهو 6 نقط. وبننتظر بقى يوم 5/1 هنشوف هنلاعب مين. يا رب ما نوقعش في حد جامد من الاول. بس كالعاده الاداء ممكن يكون الاداء النهارده ما عجبكش، ممكن ما يبقاش حلو زي الماتشين اللي فاتوا في وجهة نظري. بس كالعاده كابتن حسام حسن بيوصل للي هو عايزه كالعاده. كابتن حسام حسن بنشوف عنده تغييرات غريبه النهارده، ان انت تقريبا الفرقه كلها مش موجوده، مفيش حد من الاساسيين موجود. مصطفى شوبير بيلعب لاول مره في بطوله افريقيا النهارده. مصطفى شوبير اللي لازم 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 تشكره الف مره وتحييه. مصطفى شوبير اللي النهارده بيثبتنا اننا حراسه المرمى بعد محمد الشناوي موجوده. بعد محمد الشناوي في جيل جاي اسمه مصطفى شوبير، جيل قوي جول ثابت. اللي انت عارف طبعا، يعني انا شاكك ان طبعا الشناوي مش هيعتذر غير لما انا ابقى على المعاش مثلا. بس انا شايف حاجه حلوه، شايف حارس تاني موجود كويس. هتقول لي ليه ما لعبش بقى باحمد الشناوي؟ اقول لك انا شايف ان شوبير اجهز، شايف ان شوبير قدامي حلو، شوبير جاهز، شوبير حلو. شوبير النهارده صد لك كور حلوه قدام فريق ممكن ما يبقاش قوي بس عليه شوطات حلوه. لو تشوف الفاول اللي شاطه فريد، الواد ده خطر جدا، شاطها في العارضه جنب شوبير. بس غير كده شوبير الماتش كله بيصد وبيرد والدنيا حلوه، ودي حاجه حلوه، دي بتامن المدافعين لما يبقى الحارس كويس. النهارده انت بتشوف ياسر ابراهيم كويس كالعاده. هجوميا انت ما كنتش مؤثر، مع ان انا متضايق ان مصطفى محمد مش قادر يثبت نفسه قوي. بس انا شايف ان مصطفى محمد في البطوله قدام هيبقى اقوى بكتير وبمراحل. اصبروا عليه بس شويه، وانا مش عارف هم بيخافوا منه هناك ليه، بس هنشوف ايه الموضوع يعني. بس النهارده مصطفى محمد بيخرج بين الشوطين في اداء مش مقنع قوي. كنت في وجهه نظري انه لازم يقعد شويه. بس غير كده الفريق ثابت يا جماعه. انت ما هاجمتش بس انت عايز كده، انت ما كنتش عايز تنزل بسكور وتعمل حاجه، لان انت عايز تريح لعيبتك. هتريح لعيبتك لحد 5-1، فتره حلوه جدا تحسن المنتخب. فلازم النهارده نشكر كابتن حسام برضو على قراراته الجريئه قوي في وجهه نظري، بس اللي بتأدي الغرض. وكابتن حسام قدر يوصل للي هو عايزه. تتعادل مصر 0-0 مع انجولا وبنتأهل، وان شاء الله اللي جاي افضل. ونشوف بقى منتخب مصر هيعمل ايه في البطولة دي. كالعادة الماتشات الجاية هتلاقي فيديوز تانية، في فيديو طويل هنتكلم بقى عن دور ال16 اكتر والتفاصيل دي. وكالعادة انا يوسف، لو عجبك الفيديو اعمل اللايك والفولو المتين، وسلام.